السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال يقول لي: إذا كانت دالة كثافة الاحتمال للمتغير العشوائي إكس معرفة كالآتي. أول ما يقول لي دالة كثافة، هو سؤال متوارد في الامتحانات. أول ما يقول لي دالة كثافة، في هذه الحالة نعتبره متغير عشوائي متصل. أعطاني القيم بتاعته من وين لوين، هنشوفوها الآن مع بعضنا. أعطاني القيم من صفر إلى 2. طبعا هذا سؤال وارد في الامتحانات، سؤال وارد في الامتحانات من 0 إلى 2. كويس، من 0 إلى 2 هذه الدالة بتاعتي، من 0 إلى 2 هذا قيم الإكس اللي هو نطاقها. في طريقة سهلة سلسة، هنشوف هل هي تمثل دالة كثافة في البداية أو لا. تعال شو حطيت الدالة قدامي، وهمشي هاخد تكامل وهدير الكسر، وهكتب فوق الرقم 4 ناقص الدالة نفسها، 4 ناقص، شوف كيف ندير هني، ألفا إكس. تمام، وهمشي للمقام هحط 6 وهمشي حدود التكامل. شنو حدود التكامل يا شباب؟ حدود التكامل أعزائي الطلاب من 0 إلى 2، من 0 كحد أدنى و2 الحد الأعلى في التكامل المحدود، وهدير يساوي 1. إذا الدالة دالة كثافة. كويس، الدالة الآن دالة كثافة. ما تنساش إن هنا درت عراد، تمام. تو يبي من 1 ل3، 3 ضمن النطاق. هل 3 ضمن النطاق؟ هذه 3. هل هي ضمن النطاق؟ لا. إذا من وين لوين بناخده؟ هناخده من 1 إلى 2. وهشوفها كم تساوي. هرجع مرة تانية نفس الدالة، مش بنكتبش مرتين، وبنغير، هنكتب من 1 إلى 2، ودير يساوي. عزيزي الطالب، درت يساوي، طلعت لي كم؟ 0 4 1 6 6 6. تو نشوف العلامة هذه هتحولها كسر اعتيادي. طلعت لك كسر اعتيادي على صورة بسط مقام 5 على 12. هذا سؤال ديما يتوارد. طيب أستاذ، الشكل شو يمثل لي شبه منحرف. طبعا شبه منحرف لما نرسمه في الامتحان ونبقى نطلع المساحات ممكن هياخذ وقت أكبر. معناها بهذه الكيفية اختصرت الوقت وحلتها بسلاسة. طبعا أنت هتستغرق أقل من دقيقة في إيجاد الحل، لكن احنا شرحناه في أكثر من دقيقة، ممكن 2 دقائق أو 3 دقائق، لأن شرح كان مفصل للسؤال. ووفقكم الله أعزائي الطلاب.